بقالنا سنتين في حاجة حلوة قوي بتحصل، بس هي برضو ممكن تكون قلق شوية. البنت فجأة بتطلع اونلاين تقول فلان عمل فيا كذا، تاني يوم الشخص ده بيكون اتمسك وبينزل بيان اونلاين. دلوقتي برضو عرفت انه في بقى مشاكل التشهير، زي ما شفنا في تمثيلية لام شمسية، الام طلعت قالت فلان عمل كذا، ولكن فجأة بقى هي اللي مرفوع عليها قضية. عايزين بقى نعرف ايه الليميتس بتاعتي في السوشيال ميديا. اي حاجة في الدنيا ليها مزاياها وليها عيوبها. هي لازم تبقى فاهمة وهي بتتكلم ان السوشيال ميديا في الاخر هي مش جهة تلقي بلاغ. مهم قوي هي بتتكلم انها ما تحددش مواصفات الشخص اسما وصورة وكل حاجة، بحيث ان يبقى المواطنين يقدروا يتعرفوا عليه. ليه؟ لان في حالة انها ما قدرتش تثبت الواقعة ممكن يرجع عليها هو كأنها شهرت بيه، ويرجع عليها بتعويض مدني وعقوبة قد تصل إلى الحبس. طيب امال تعمل ايه؟ اذا كان في فيديو صور واقع التحرش مفيش مشكله ان الفيديو يبقى موجود، تنزله اونلاين. اذا كان الفيديو ده ما تصورش في مكان ممنوع فيه التصوير، او مكان لازم تستأذن منه الشيء. ما تبقاش واحده مصوره لمديرها في الشغل وتروح تنزله اونلاين. انما فيديو في الشارع، كاميرا في الشارع، لقطته الكاميرات الوقائيه اللي موجوده في الشارع وقدرت تجيبه وتنزله، ده ما فيهوش مشكله. حتى لو وشه باين، حتى لو وشه باين، ده فيديو. لازم تقرن ده بتقديم بلاغ للجهات المعنيه.